وات از اب يوتيوب. النهارده هنتمرن مع بعض وهوريكم تمرينة كريس بامستيد تشيست اند باك الارنولد سبليت اللي هو كان ماشي عليها لما كان بيحضر لمستر اولمبيا 2022 وهو كسب مستر اولمبيا في السنه دي. قريت التمرينه بجد، التمرينه صعبه جدا، هسيبها لكم هنا او هنا، هوريكم شكل التمرين عامل ازاي وهنخش نتمرنها النهارده. وفي اخر الفيديو هقول حلقه انا اريكومند ان كل الناس تتمرنها ولا دي فور بروفيشنالز بس، ولو انت حابب تجرب تتمرنها جرب اتمرنها، بس حط الاوزان السيف بتاعتك فيها ويلا بينا. طيب اول حاجه سيتد رو كلوز جريب 4 مجاميع، اول مجموعه 15، ثاني مجموعه 15، ثالث مجموعه 12، رابع مجموعه 10 عدات. انا كنت متوقع ان هو يعني يبتدي بجنان، يبتدي بحاجات بقى شقلبه بقى، فاهم اللي هو سنجل ارم مش عارف ايه، بس واضح ان هو فعلا ماشي ستاندرد بجد، يعني مش بيحسوك زي ما ناس تانية بتحسوك بتقدم على الانترنت ذا اوبتيمال بولشيت زي ما هو بيقول. Optimal bullshit. بس المهم ان احنا عندنا 15 عده. احنا الورم اب بتاعي خلاص خلصته، انا دلوقتي شغال، المفروض انها وركينج سيت، فمش هيبقى سهل عليا خالص ان انا اتكلم وانا بوركينج سيت، لا مؤاخذه يا شباب. ماشي اول مجموعه. المهم هصور التوب سيت بقى اللي هي اخر مجموعه اللي هي 10 عدات، وبعد كده هخش بقى على الاكسرسايز اللي بعده وابتدي اصور التوب سيتس بس، يعني مش هقعد اصور بقى الورم اب سيت في الاول، خش على طول في الاكشن. بص اهو كريس بامستيد في المجموعه الاولى وانا في المجموعه الرابعه. ماشي دي التوب سيت، يلا بينا. ماشي التوب سيت بتاعتي ب 100 كيلو، وتش رقم مهزأ طبعا مقارنه بكريس بامستيد، ولكن هنحاول، فيلا بينا بسم الله. اوه يا كريس يا بامستيد شيت. ماشي تاني حاجة علينا انكلاين دمبل بريس، المجاميع بقى بتاعتها 4 مجاميع 12 12 10 8 8، ده المفروض يبقى هو اتقل وزن. يلا بينا another one. شكرا. 5 عدات ونص كتفي. ده بقى اعزائي ما ندعوه بالايجو ليفتنج. انت كتفك وجعك حاسس ان هو يتصاب، ولكن هنخلص التمرين بتاعت كريس بومف. التمرين المفروض ان هي الهامر سترينث تشست ماشين، ولكن دي مش موجوده هنا، فهستبدلها بماشين التشست العاديه السيتد، وربنا يستر. اول مجموعتين بجد لا ما بحبش خالص 3 مجاميع، لما يتكتب 3 مجاميع ده معناه انك هتحط فعلا وزن تقيل، هتتفشخ. بالبركه بقى زي ما تيجي. وده يا جماعه المنظر اللي بيوصل للفشل العضلي. حاسس ان انا فاشل اصلا ان انا يعني كنت احط الاثنين دول واعمل 6 عدات. طيب انا كنت فاكر ان اللي فات كان زفاله. هو عايز نعمل سوبر سيت 3 مجاميع، عايزنا نعمل كيبل تشست فلويز 15 عده 12 عده 10 عدات، بس كل واحده سوبر سيت مع بوش ابس امراب 45 ثانيه، بمعنى انه عايز نعمل بوش ابس اكتر عدات ممكنه في 45 ثانيه، وانا مش هعمل كده، انا هعمل 10 15 بوش اب اخرك معايا يا كريس يا بامستيد، عشان انا ايه برضو يعني عرفوه بالعقل يعني الانسان، وانا ما باخدش ستيرويدز لسه، فتمام يعني. والله يا كريس مش باخد ستيرويدز بدون نواح وصياح. اللي جايه سوبر سيت برضو 3 مجاميع 10 10 10 10 10 10 حرفيا بالظبط زي ما أنا قلت كده. هيقول لك بقى دي باك بول اوفر بالروب مع اندر هاند بول داون 10 في 10، بتريح دقيقه وبتخش يا عم ليتس جو. التمرين ده كنت مش بعرف اعمله خالص وانا صغير، كان دايما كل مدربين الجيم يجوا يعدلوا عليا فيه، وكلهم بيعدلوا بحاجات مختلفه عن بعض، يعني كلهم بيكتشفوا غلطاتهم في بس اخيرا وبعد عمر طويل بقيت اعرف اعمله زي بني ادمين. اه بكره السوبر سيتس بس بحب كريس بامسون. ماشي ده احساس رخم قوي في اللاتس، بقالي كتير ما حسيتش ده. المهم يا اولاد وانا بجهز نفسي عشان اروح لقيت انه حاطط 4 مجاميع ديد ليفت 12 عده 12 عده 8 عدات 6 عدات. انا عارف 6 عدات دي هو عايز ايه، هو عايز احط وزن بلازينه واصوت بقى واقعد اعيط في الجيم، وبعدها حاطط ليج ريزز بطن اللي هو تمام عضلك بتعمل ليج ريزز، مش عارف ليه بس انا هسمع الكلام ده للاخر وهخلص التمرينه. يلا بينا 160 كيلو 6 عدات، ولو ما عملتهاش هبقى رقاصه، ومش اي رقاصه، بيلي دانسر اللي هي تعمل كده. 1
7. عارف ده معناه ايه؟ انها مش رقاصه نهائي. يس. وصلنا لاخر التمرين وهو الليج ريزز. يا جماعه مستر اولمبيا ايوه بيعمل تمرين البطن بتاعت الستات اللي هي الليج ريزز، ومفيش حاجه اسمها التمرين بتاعت الستات، التمرين بتاعت الرجاله اهو. يعني كريس نفسه بيتمرن ليج ريزز عادي، مفيش اي مشكله، وانا بقلده دلوقتي حالا. نتكلم بقى عن التمرينه. طيب هل التمرينه دي معموله لاي حد عادي ممكن يتمرنها؟ لا، التمرينه دي انت تتمرنها لو انت او تمشي على سبليت دي، اما حاجه من اتنين: تتمرن بقالك سنين طويله جدا وعندك عمر تدريبي كويس وعندك اكسبيرينس كويسه في انك ازاي ما تتصابش، يا اما انت واحد بتاخد ستيرويدز وبتحضر لبطولات فممكن تتمرن التمارين دي. ولكن هي فعلا تمرينه صعبه جدا جدا جدا، بس كانت فن وكانت حلوه واتبسطت فيها تشالنجز، وانا مبسوط ان انا اتمرنت التمرينه دي. ولكن لو حابب انك تاخد حاجه كاستمايزد عليك، حاجه تكون معموله لك انت للليفل بتاعك توصلك اسرع من كل الكلام ده، عايز فعلا تبتدي توصل لمرحله انك تبقى ادفانس، ابعت لنا على ابلكيشن الصور او ابعت لنا على الرقم ده وهنتواصل معاك. OH Fitness and Nutrition Team هنعمل لك كاستمايزد ورك اوت بلان، كاستمايزد دايت بلان، كارديو روتين، سبلمنتس روتين، كل حاجه هتبقى متفصله لك سوبر كاستمايزد عليك علشان تقدر توصل للجول بتاعك من غير ما تعاني المعاناه دي كلها. ده كان فيديو النهارده، اتمنى تكون التمرين عجبتكم. بس يا شباب كان يوم حلو، كان فيديو لطيف. اشوفكم بكره ان شاء الله، وان شاء الله بكره يوم احسن. سلام.